أرحب بضيفي من منصة الإعلاميين كابتن عصام الشوالي معلق قنوات بي إن سبورتس. أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا بك ريش، وتحية للمشاهدين الكرام. كابتن، أنت الصوت المرافق عادة للمناسبات الكبيرة، لمباريات دوري الأبطال، للمباريات النهائية كذلك. هل تشعر دوري الأبطال فيه سحر مختلف تحديدا عندما نتحدث عن مباراة نهائية وعندما تكون متواجد بملعب هذه المباراة على وجه التحديد؟ أعتقد أنك لخصت الوضعية، يعني نهائي شامبيونز ليج ومن ملعب دائما عنده عامل استثنائي خصوصيته. والشيء ممكن أني نحاول أني أجدد في كل سنة وفي كل فاينل في كل شامبيونز ليج أنه دائما كأنها المرة الأولى. هذا النهائي رقم 18 لي في دور الأبطال إن شاء الله، ولكن دائما نفس الإحساس، نفس التركيز، نفس الحماس، نفس التحضير ونفس الغرام. تشعر أن النهائي رقم 18 سيكون مختلف عن أي نهائي آخر مع وجود هذين الفريقين هنا في ميونخ، إنتر وباريس سان جيرمان؟ كل نهائي مختلف لأنه كل نهائي عنده خصوصياته. نهائي الغد مختلف في جزئيات، أنه باريس سان جيرمان يلعب للقب الأول تاريخي في فرصة قد لا تعود قبل سنوات. أيضا بالنسبة للإنتر نيرازوري 15 سنة هذا اللقب اللي يسمى كأس الأذنين غايب على الطليان. مدرسة كبيرة وتاريخ كبير في كرة القدم، فاعتقد أنه المجال مفتوح لهذه المشاعر الخاصة، وأن يكون نهائي استثنائي على مستوى تفاصيله، على مستوى الكرة. ما نتصورش أنه يكون فاينل بمثلا ذكريات ميلان ليفربول. هذا نهائي مفتوح يجي مرة في الفال في العشر سنين 15 سنة. هذا فينا الحسابات، فيه التكتيك الإيطالي، فيه لويس إنريكي وخبرته، وفيه برشا جزئيات